أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: الخطوط الجوية الملكية المغربية تعلن عن إلغاء رحلات جوية من وإلى فرنسا. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو مع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد قناتنا وإليكم التفاصيل. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إلغاء بعض الرحلات الجوية الخاصة بيوم 25 أبريل الجاري من وإلى المطارات الفرنسية. ووفق بلاغ للشركة فإن هذه الاضطرابات تأتي بعد إشعار الإضراب الوطني المتعلق بجميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الفرنسية المقدم من قبل العديد من المنظمات النقابية التي تمثل مراقبي الحركة الجوية. ونتيجة لذلك اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى إلغاء العديد من رحلاتها، ودعت جميع الزبناء الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى عدم التوجه إلى المطار والاتصال بنقطة البيع الأصلية أو مركز الاتصال الخاص بشركة الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من الترتيبات. وأكدت الخطوط الملكية المغربية أنها توفر عدة خيارات لزبنائها المتأثرين بهذه الإلغاءات، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للخطوط الملكية المغربية. إلى هنا ينتهي الخبر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في خبر قادم بحول الله.